حريه التعبير، مش تجي تحط معناها الذات الالهيه كاريكاتير وتقول هذه حريه التعبير. احنا تمسينا فاتجهنا للقضاء، كنا اكثر تحضر منهم الذين يدعون حريه التعبير ولم يستدعوا احدا منهم. ربما الضغط الاعلامي هل يؤثر على استقلاليه القضاء في تونس؟ من قام بتدوير القضيه هو الشعب وجد صنف معين من الاعلاميين وصنف معين من المحامين وصنف معين من الواحد. نفس الوجوه هي اليوم تسيس في القضيه، هي جريمه حق عام وليست هي جريمه حريه تعبير. اليوم وقع الانحراف بها وتدويرها. هو معناها لاحظنا اليوم الاشخاص اللي تنادي باستقلال القضاء تمارس الضغط على القضاء من شهر كامل، ولاحظنا حتى استشهار تاريخ الجلسه في كره في نهايات كره اليد، واصبحت ومضات بصفه متكرره حول تاريخ الجلسه. هناك تجييش وحشد حشود. معناها اليوم اللي يمتلك الصوره والصوت ما عندوش الحق في المحاسبه حسب نظريتهم هم. اليوم ما زالت الوصايه على الشعب اللي هما الشعب اللي معناها انتفض وحس انه تمس في مقدساته الكل غلط، ونسمع نبيل قروي هي الصحيحه. مازال استخفاف الشعب الى يوم الناس هذا. شكرا. باب سويقة عام 91 هذا الاعلام الرديء، سامحوني في الكلمه، الاعلام الرديء. سامحني احمد، الموضوع هو القضيه بعد ما القضيه بكل تحضر تم بث فيلم يجسد الذات الالهيه بشكل كاريكاتير. توجهنا للقضاء بكامل التحضر، توجهنا للقضاء. فيوميا تعرضوا الحملات من ناس يدعوا بحريه التعبير، والحال انهم حتى نهار ما جابوا راي مخالف. حملات تشهير يدعوا لي احنا وراء العنف، وراء التحريض، وراء ما نعرفش شنو. كان جينا وراء حاجه ما نمشيوش للقضاء. احنا قلنا ما تمسوش مقدساتنا. في فرنسا ما تمسش الهولوكوست، في امريكا ما تمسش الاسلاميه، في كل بلاد في العالم عندها ضوابطها. مش معقول تسبني ولا تمس لي مقدساتي وتقول لي حريه التعبير. بالعكس نحن من دفعنا حريه التعبير وقت اللي كانوا هما اكبر اعداء حريه التعبير. الحريه لا يمكن مش اليوم اخر اليوم 19 قدموا طلباتنا عن ملف يد القضاء. نحن لا نترافع في وسائل الاعلام لانه هذا اخلاقيا وفي عرف المهنه وفي عرف العداله لا يستقيم. مش معقول محامي يترافع جلسه ويترافع بالاستوديو. نحن المساله من الناحيه القانونيه قدمناها للقضاء، والقضاء المستقل هو الذي سيفصل فيها دون ان يكون عرضه لحملات التهديد اليوميه. يعني ان حكمت لنا فانت قضاء مستقل، وان لم تحكم لنا فانت لست مستقل. يعني هذا مش معقول، هذا اعتداء على حرمه القضاء. وكلام معين كلام لا المرافعات